ايه، مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تيجوا نعمل كيكه بالبرتقال، طعمها حلو جدا. هقولكوا كده على كام تريكايه فيها هتخلي طعمها بجد تحفه تحفه وطعمها غني جدا. اول حاجه هجهز المقادير بتاعتي اللي هي بتكون عباره عن سكر، وهكتب لكم المقادير بالظبط تحت الفيديو. وهحتاج بشر برتقان، حوالي 3 برتقانات، يعني تقريبا معلقه كبيره من بشر البرتقان. وخدوا بالكم ان انا عايزه ابشر القشره الخارجيه بس، مش عايزه ابشر البرتقانه، يعني مش عايزه ابشر قشرتها كلها لان لو جه فيها اي حاجه بيضه هتمررها. وهحتاج طبعا دقيق عليه بيكنج باودر وملح وبيض وزيت وعصير البرتقال. تمام. بعد كده هجيب السكر وهضيف عليه قشر البرتقال، ودي اول تركايه لان كتير من المواصفات ما بيعملوش الخطوه دي، فالخطوه دي بتخلي ريحه البرتقال تطلع ويديكي طعم اغنى للكيك. تحسي فعلا بدل بقى ما الناس تحط بقى فانتا ومكسبات طعم وطعم برتقال وريحه برتقال، لا احنا هنعملها بحاجات طبيعيه جدا. بس شويه التريكس دي هي اللي هتخلي طعمها بجد تحفه. وهبدا ان انا بعد كده اضيف البيض بعد ما فرقتهم كويس سوا، وريحته فعلا كانت بجد قلب المطبخ جدا في الوقت ده. ضفت البيض وبدات ان انا اعجنهم سوا. بدأت بسرعة، يعني مش كبيرة قوي. بعد كده عليت السرعة، وبعد كده هنزل بالزيت سرسوب سرسوب كده صغنن. تمام. وبعد كده هبتدي ان انا بعد ما اخلص الزيت وخلاص اتخلط مع الحاجات التانية، هبتدي ان انا اضيف الدقيق مع عصير البرتقال بالتدريج. يعني مثلا حبة دقيق عصير برتقال، حبة دقيق عصير برتقال، وهكذا لحد ما الكمية تخلص ويندمجوا سوا. وده هيكون كده شكلها والقوام بتاعها. تمام. سهلة جدا وبجد مفيهاش اي حاجة. بعد كده هجيب القالب ابطنه بزيت او بسمنة ودقيق، وانزل بالخليط واضربه خبطتين كده في فرن سخن على درجة حرارة 180. هحطه عشان خاطر يستوي. وتاني تريكايه بقى ان انا بحط تحتيها صينية فيها مية، تمام، علشان خاطر تستوي بشكل احسن يعني. تمام، ومطلعش مكبوسة. وده هيكون شكلها لما طلعت. انا حبيت بس كده ازينها بسكر بودرة، وحطيت بقى عليها شويه حطيت برتقان كده عشان خاطر اصور صوره تطلع حلوه. بس كده، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم فيديوهات تانية، وباي باي.